تخيل معايا ان واحدة تفقد جوزها بعد سنين من الحب، او رجل اعمال يجيله خبر ان خسر كل فلوسه، وبعدها بساعات او في نفس اللحظة يحس بألم في صدره، ضيق في التنفس، سرعة في ضربات القلب. الناس تفتكر انها ازمة قلبية، لكن لما ياخدوه على المستشفى ما يلاقوش قلبه مكسور، يلاقوه منكمش. ايه اللي بيحصل للقلب؟ تعال نبص على المعلومة. الحكاية بتبدأ في اليابان في التسعينات، لما دكاترة استقبلوا حالة مرضية غريبة. سيدة جاية بأعراض أزمة قلبية، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، سرعة في ضربات القلب، وعرق شديد. لكن لما عملوا رسم القلب والتحاليل، المفاجأة ان ما كانش فيه انسداد في الشرايين. والأغرب لما عملوا أشعة على عضلة القلب لقوا ان شكلها بقى غريب. الجزء العلوي من القلب بيتحرك بشكل عادي، لكن الجزء السفلي منكمش وبيترعش بشكل غريب. ولما رسموا شكل عضلة القلب لقوه شبه وعاء ياباني قديم كانوا بيستخدموه عشان يصطادوا بيه الاخطبوط، اسمه تاكوتسوبو. ويمكن ده كان أول تعريف أو تشخيص للحالة المرضية دي. ايه اللي بيحصل بقى جوه قلبك لما القلب بيتعرض لضغط عاطفي شديد، زي فقدان حد عزيز او انفصال او خيانة او خبر موت مفاجئ او انك اتصبت بمرض خطير؟ وقتها جسمك بيفرز كميات كبيرة من هرمونات التوتر. اهم الهرمونات دي الادرينالين والنور ادرينالين. المفروض الهرمونات دي بتساعدنا على المواجهة والهروب، لكن في بعض الحالات مع بعض الناس بتهاجم عضلة القلب مباشر وبتسبب ارتخاء لاجزاء منها. القلب هنا بيتشل مؤقتا، وده اللي بيخليه يبعت نفس الاعراض بتاعت النوبة القلبية. في 27 ديسمبر 2016 كانت الممثلة الامريكية كيري فيشر في رحلة طيران من لندن للوس انجلوس لما بتجيلها سكتة قلبية عن عمر 60 سنة. لكن المأساة الأكبر بتحصل تاني يوم. ديبي رينولدز أمها لما كانت بتجهز جنازة بنتها كيري، بعض المقربين منها قالوا إن هي قالت جملتها الشهيرة: أنا عايزة أكون مع كيري. بعدها بدقايق ستروك، أصيبت بسكتة دماغية. السكتة الدماغية بتحصل لما بيوقف أو بيقل تدفق الدم من أجزاء من المخ، ومن غير تدفق دم مفيش أكسجين، ومن غير أكسجين الدماغ بيبدأ يتلف. في حالة ديبي دي كانت جلطة من النوع الحاد والمفاجئ. الموضوع انتشر في كل الصحف، والأطباء وقتها قالوا إن السبب المحتمل لموت ديبي هو بروكن هارت سيندروم او متلازمه القلب المكسور، نتيجه الحزن المفاجئ والشديد على موت بنتها. يعني حرفيا ماتت من الحزن على بنتها. ويمكن دي من اشهر الحالات اللي العلماء بيربطوا فيها بين المشاعر وصحه القلب. سنه 2004 في فرنسا سيده فقدت زوجها في حادث سياره، وبعدها ب3 ساعات دخلت المستشفى باعراض نوبه قلبيه. المفاجاه قلبها كان سليم، لكنها كانت بروكن هارت. حتى في 2011 في اليابان في كارثه تسونامي، لاحظ الاطباء ارتفاع كبير في حاله تاكوتسوبو بين الناس اللي فقدوا بيوتهم او اهلهم. هل المتلازمه دي بتموت ولا في علاج؟ من الحاجات المطمئنه ان اغلب اللي بيتصابوا بالمتلازمه دي بيبداوا يتعافوا في خلال ايام او اسابيع. العلاج بيكون عباره عن دعم او راحه ومتابعه نفسيه وادويه بتقوي عضلات القلب. لكن في بعض الحالات 1% بس ممكن يحصل فشل قلبي حاد، خصوصا لو الحاله كانت كبيره في السن او عندها امراض مزمنه. العلماء بيسموا ده سايكوسوماتيك افكت، يعني التاثير النفسي الجسدي. يعني مشاعرك، افكارك، المك النفسي ممكن يسبب الم حقيقي في جسدك. وده مش بس بيحصل للقلب، في ناس لما بتتوتر او بتقلق بتبدا معدتها توجعها، او ناس بتجيلها رعشه او صداع او ضيق في التنفس. كل ده بيبدا من العقل والمشاعر، يعني اللي هتحسه في الهواء هيرجع في جسمك تاني. المهم انك لما تتعرض لصدمه او فقدان حد عزيز او ازمه عاطفيه ما تبقاش لوحدك. اتكلم مع حد، خد وقتك في الحزن وما تعزلش نفسك، اعمل تمارين واشغل نفسك بحاجات ما تخليكش تفكر في اللي حصل. ولو حسيت باي اعراض على طول اتوجه للدكتور، حتى لو حاسس ان هي مش ازمه قلبيه، موضوع بسيط. احيانا اللي بيتكسر مش بيبان. القلب دايما بيتحمل كتير بس مش على طول. ممكن خبر او موقف او فراق يخلي القلب يصرخ من غير ما ينطق. بروكن هارت سيندروم او متلازمه القلب المكسور بتقول لها المشاعر ليها ثمن، بس ثمن جسدي. لكن في المقابل والمبشر ان التعافي كمان حقيقي، والقلب بيرجع ينبض من تاني.